الحل او المتنفس الهجومي الوحيد للاهلي، انا بتكلم على انه تحركاته هي الوحيده اللي كانت بتحسسك ان انت قادر توصل لمناطق الجيش. محمد هاني، بص زي ما بقول لك ادي الرباعي الهجومي للاهلي كلهم في عمق الملعب، هناك علي معلول ونازل مع احمد سمير، فبالتالي المتنفس الناحيه الشمال مقفول على الاهلي. اذا ضمت رباعي الاهلي فادت الاهلي في الناحيه اليمين ناحيه محمد هاني. هنا مجدي قفشه داخل فسحب الراجل معاه، فبص كل المساحه الكبيره المتوفره امام محمد هاني. محمد هاني بيطلب الكره وهو بينطلق، استلم الكرة في مكان كويس جدا. محمد هاني عنده حلين، اول حل انه يلعب الكرة العرضية في المساحة دي قبل خط ال6 ياردة او يا دوب تحك في خط ال6 ياردة. الحل الثاني هو انه يشوط الكرة في سقف الجول. فمحمد هاني عشان فكر تفكيرين، فالكرة اتسندت معاه سندة كمان لان هو مش واخد قرار مباشر امرر ولا شوط. ففي النهاية فكر تفكيرين، الكرة اتكعبلت، المدافع بتاع طلائع الجيش طلعها. في النهاية انت المتنفس الوحيد اللي عندك اللي جات له فرصة ما خدش القرار المناسب عشان يقدر يشتغل صح هجوميا.